هاد الايام المغرب كامل تصدم من واحد الجريمه اللي وقعت في مدينه بن حمد. جريمه اللي هزت الراي العام المغربي. جثث واشلاء ديال الناس لقاوهم مقرضين في ميكات ومرميين في المراحيض ديال المسجد اللي كان في ديك المنطقه. والطامه الكبرى هي انه اللي دار هاد الجريمه رجل متدين وبالحيث وتيقولوا انه حافظ لكتاب الله، وهو اللي كان مكلف بالنظافه ديال المسجد والمراحيض ديالو. كيفاش راجل بحال هذا غادي يرتكب جريمه بهذه الوحشيه؟ واش فعلا مختل العقلي كيف ما تيقولوا الناس؟ هاد السيد سميتو سعيد، رجل خمسيني ساكن في منطقه بن حمد تابعه لاقليم سطات. كان ساكن بوحدو وعنده واحد الكريسه تيبيع فيها الخضره والديسير، وكان مقابل المسجد والنظافه ديال المراحيض ديالو. وكان معروف واحد الشخص اللي ماشي طبيعي، كان عدواني وديما مدابز مع الناس. سعيد كان في نفس الوقت رجل متدين، كان ديما الجامع والصلاه في الوقيته ديالها. واخا كيبان لكم الحياة والجلابه ومتدين، ولكن سعيد بعيد كل البعد على شي حاجه سميتها الدين، حيت هذا الشيء اللي غادي يدير ما غاديش يتقبلوا العقل. كان معروف تيدير المشاكل مع الناس في الحومه وفي البيت ديال الوضوء وفي الجامع. اللي كيشوف فيه كيبدا كيسبو، كيشعل العافيه، كيقتل القطوط والكلاب، وكيبقى كيدوز في الليل في الدروبه وكيغوت. كيجيو كيديوه البوليس وكيعاود يرجع. وتقريبا شي 58 شكايه اللي داروا به الناس ديال ديك المنطقه اللي كان كيتعدى عليهم، والو ما كان حتى شي تدخل من السلطات. واحد النهار في واحد الليله، واحد السيد كان باغي يشري كارو من عند واحد العساس، وهذا العساس كان قريب للمنزل ديال سعيد. اللحظه اللي كيشري فيها السيد داز من حداه سعيد وهو يدفل عليه وبقى تيهدد فيه. العساس نبه هذاك الراجل وقال ليه رد البال منه، راه داك السيد كيبغي يدير المشاكل. دار بيناتهم واحد النقاش، ومن مور هاد اللحظه هذا الراجل غادي يغبر ليه الاثار وما غاديش يعاود يبان. غادي تدوز ديك الليله وغادي يأذن الفجر. الناس ديال المنطقه مشاو لدار الوضوء باش يتوضاو ويصليو، لكن كيتفاجئوا وكيلقاو الدار مسدوده. بقاو تيدقوا والو. الوقت ديال الصلاه فات والسيد مازال ما بغاش يحل. صافي ما داو ما جابو، قالوا راه غادي يكون واقيلا ناعس، ومشاو في حالهم. المهم داز داك الصباح وصلت الوقيته ديال الظهر، ونفس الشيء الناس عاوتاني بغاو يتوضاو باش يصليو وكيلقاو الدار ديال الوضوء مسدوده. بقاو تيعيطوا سعيد واحد شويه وهو يجاوبهم وهو كيغوت وكيسب فيهم وتيقول لهم سيروا في حالكم واش بغيتوا عندي. المهم ما بغاش يحل ليهم. شحال الناس واقفين تجمعات الجوقه وقالوا ضروري خاصنا نعيطوا للبوليس باش يخرجوه صحه. وداكشي اللي غادي يوقع. جاو البوليس بقاو تيهضروا معاه وتيطلبوه باش يحل ليهم، والو ما بغاش يخرج من داك البيت، بقى تيغوت وتيسب. وهنا اضطروا رجال الامن انهم يفرعوا هذاك الباب ويدخلوا الصحه. فعلا داكشي اللي داروا، شدوه وداوه معاهم وقرروا بانهم غادي يديوه لمستشفى الامراض العقليه. وصلت الوقيته ديال العصر والناس غادي يدخلوا للبيت ديال الوضوء باش يتوضاو، وبعض الناس غادي يردوا البال باللي كاينين شي خناشيد الميكا. بداو تيقلبوا تما حتى شويه كيتصدموا باللي فيهم اللحم. والمصيبه ان هذاك اللحم مسلوخ. الناس تخلعوا وتصدموا وكلشي بدا تيغوت. الروينه ناضت وبنادم تلف وبقى عارف واش يسبق الصلاه ولا يعيطوا للبوليس. طروفه ديال اللحم شنو تيديروا تما في الميكات، وباين بان هذاك اللحم ديال بنادم ماشي اللحم ديال الحيوانات. المهم عيطوا للبوليس عاوتاني، الدوار كامل ساق الخبار وكلشي ولا مخلوع. والعائله ديال داك السيد اللي غبر ليه الاثار، مرتو ولادو من الليله اللي قبل وهما تيقلبوا عليه والو ما لقاوهش. ومنين سمعوا هاد الخبار زادوا تخلعوا. هاد السيد اللي اختفى ديك الليله اللي كان تيشري فيها الكارو من عند العساس، استدرجوا سعيد المراحيض ديال المسجد، وعلم الله شنو قال ليه حتى خلاه يمشي معاه. تما فين دخلوا وصفاها ليه، من بعد قطعوا وفصلوا وسلخ الجلده على العظم. شي طروفه لحموه في القوادس ديال المسجد، والشي الاخر داروا في الميكات. في نفس النهار اللي لقاو فيه الجريمه، واحد السيده في المنطقه كانت دايزه من حدا واحد المدرسه وشمات واحد الريحه خايبه، وحيت في خبارها الجريمه اللي وقعات شكات وعيطات للبوليس. البوليس جاو لعين المكان وبالفعل لقاو تما اطراف اخرى من الجثه ديال الضحيه. ومنين جمعوا كاع دوك الطروفه اللي لقاو كيتصدموا وكيكتشفوا بان الراس ما كاينش،
وحد الآن مازلت يقلبوا عليه. والصدمة الكبرى هي أنه بعد ما غادي يديروا التشريح المحققين غادي يتصدموا وغادي يلقاو بأن هذوك الطروفة ماشي ديال شخص واحد وإنما ديال جوج ديال الناس. الضحية رقم 2 كان واحد السيد سميتو هشام، مزوج وعنده وليدات. هاد السيد من مور العيد الصغير بالضبط فاش اختفى، ومشات الزوجة ديالو ديكلارات، وهو ما كانوا عنده حتى شي مشاكل مع المجرم وما كانش كيعرفو نهائيا. يعني السيد قاتل بزاف ديال الناس. والبوليس من مور ما داروا التحليل ديال الدم اللي لقاو في المنزل ديال المجرم، لقاو 5 ديال العينات مختلفين، يعني 5 ديال الضحايا اللي ماتوا لحد الآن. وقالوا بأن لقاو عنده في الدار واحد الليستة ديال الناس كاتبها في ورقة اللي كان باغي يصفيها ليهم وكان باغي ينتقم منهم. واحد القصة اللي انتشرت كذلك، قالوا بلي واحد النهار سعيد دابز مع واحد السيدة، وهاد السيدة بدات كتسبو وحتى هو كيسب فيها. من موراها مشى وهز واحد الجنوية كبيرة ودارها في واحد القفة وبقى غادي، غير كيلقى شي قط اولا كلب كيذبحهم وكيديرهم في ديك القفة، وغادي يمشي لباب الدار ديال هاد السيدة وغادي يرمي لها دوك الكلاب ودوك المشاش ميتين قدام باب الدار ديالها. هادشي اللي دار تصرف خطير، وكان باين من خلال هادشي انه شي نهار غادي يرتكب شي جريمه، حيت هاد السيد ماشي طبيعي. وماشي مره ماشي جوج كيديوه الناس للمستشفى ديال الرازي الخاص بالامراض العقليه اللي كاين في برشيد. كيمشي وكيعاود يخرج، منين كيعطيه الطبيب الدواء كيدير الكينه تحت لسانه وكيشرب الماء، غير كيمشي الطبيب كيلوحها. يعني السيد ذكي بزاف، واللي مختل عقلي ما يمكنش يدير هذا الشيء، وما يمكنش يرتكب جرائم بهذه الطريقه. كيخطط وكيتصرف بذكاء وكيضرب الحساب لكل شيء. الله يرحم جميع الضحايا ويصبر عائلاتهم وولادهم. خاص فعلا قانون صارم اللي يطبق على هاد المختلين، والناس خاصها ترد البال من بحال هاد النوع. هاد الجرائم السبب ديالهم الرئيسي هو التباطؤ ديال السلطات والتقصير ديال المسؤولين، لانهم ما خداوش الشكايات ديال المواطنين بجديه، وكون كان تدخل كون كاع ما نوصلوا لهذا الشيء كامل.